مع حسام حسن. انا كنت في المؤتمر بتاع حسام حسن تقديمه. حسام حسن كان مدير فني، ورحت كنت مدعو وحضرت تقديم الكابتن حسام حسن وكان ابراهيم حسن والجهاز الفني المعاون. وكان السؤال الحقيقه اللي انا سالته عن حسام حسن، طيب بالنسبه لاختياراتك ايه اسس اختياراتك يا كابتن حسام للعيبه؟ ايه الاسس اللي انت هتمشي عليها؟ قال اي لعيب هيقتل هيقاتل بمعنى، يعني مش بمعنى الحرفي، لكن احنا بنتكلم في الكوره نعم. اللي هو الحماس بتاع حسام حسن، يدي كل اللي عنده تركيزه يبقى بالزبط في الملعب بالظبط ويلعب بقلب ويقدر اللي هو انا ده الاختيار. طب ايه علاقته بمحمد صلاح؟ ما هو الناس برضو كلام كتير. محمد صلاح هو كابتن الفريق وهو من اهم اللعيبه، لكن ليس محمد صلاح وحده، في لعيبه تريزيجيه وفي مصطفى محمد وفي انا طبعا قلت له يعني لكن ما فيش خلافات. قال لي لا، قلت له دي اللي انا عايز اصدرها للاعلام. لا توجد خلافات بين حسام حسن ومحمد صلاح. قال ما فيش خلافات خالص بيننا، والهدف الصالح العام. انت عارف الموضوع بيني وبينك دردشه مش سؤال وجواب. بالتاكيد على موضوع انه الدنيا ظريفه، المواقف بتحدد ده اكتر غير لما يبقى كلام. يعني استاذ ياسر علاقته ايه بوائل؟ يقول لك كويسه بس من تحت لتحت هم زعلانين مثلا. ممكن. غير لما يبقى في مواقف تحدد ده افضل. صح. يعني مش كلام. صح. لما كابتن حسام حسن اتعرض لوعكه صحيه وهو راجع في الطريق، على طول حصل تواصل ما بين محمد صلاح وما بين الكابتن حسام حسن، سواء كان من خلال اخوه او من خلاله هو. المهم انه اطمن عليه. كلام مظبوط. والحمد لله على سلامتك وبتاع والكلام ده. الموقف ده بالنسبه لي ملوش غير معنى واحد، ان الخلافات بينهم صفر خلاص. ما حدش كلمني على خلافات تانية، وما تضحكوش علينا بقى في السوشيال ميديا وفي المواقع وهو الاخر وتقولوا لنا اصل هم ايه واكلين بعض. لا الناس دي محترمه جدا 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 جدا. ومحمد صلاح يعني بعض الناس الشيء بالشيء بيذكر. محمد صلاح لما جه انتقد او جه اتكلم عن روي فيتوريا بعد ما خلص الفتره بتاعته وتم انهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين، ولسه في كلام يعني اللي هو اللي يخفض 3 شهور ما بين شهرين، ده يعني احنا في حل ان احنا نتكلم على النقطه دي. لكن حسام حسن لما جه اتعاقد مع مصر على سبيل المثال، وانا كنت وعجبتني جدا في حسام حسن، قال لما احنا بنوقع العقد انا كنت هي دي هو ده اللقطه دي. قال انا كنت موجود، انا هتلاقيه في وشه، انا هتلاقيه في وشه على طول باين لو الكاميرا جت. بيقول ان ما فيش حاجه اسمها طرف تاني، انا ما ينفعش اوقع طرف تاني ضد بلدي. شفت الحساسيه. انا وضحتها. انا فهمت مشاعر زي الفل. الله، شايف الجمال. بس خلينا نتفق على حاجه.